احنا بنحب جمهور مصر كله، وجمهور مصري، وجمهور الزمالك وجمهور الاهلي وجمهور مصر بصفه عامه. انما بتكلم على الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، احنا موجودين هنا عشان خاطر حابين ان مكان، حابين نبقى موجودين. يعني امبارح كنت في الزمالك والنهارده موجود في النادي المصري. بدات في النادي المصري هنا كتدريب، ونهيت حتى فتره الكوره هنا في النادي المصري. علاقه مع الجمهور كان غير عاديه. فاي حد يتكلم في مشكله في اي علاقه، ما اعتقدش ان. طب ليه اللي وتر العلاقه؟ بيتكلم كتير، الناس بتتكلم كتير. ايه اللي وتر العلاقه وانت في الزمالك؟ في حد سخن الدنيا عشان خاطر ما المنافسه اللي موجوده بين سواء المصري مع الزمالك او المصري مع الاهلي. فدي كلها دي علاقه موجوده من زمان. بس انا نفسي اعرف احنا بنوقف عندها ليه. انا شايف ان مفيش حاجه. علاقتنا بالجمهور المصري علاقه جميله جدا، وحب هم عارفين الجمهور سواء ليهم او لينا او لينا ليهم. فدي موجوده يعني، والحمد لله. احنا الناس غلطت كتير، الناس غلطت في ماتش الزمالك، ومع ذلك انا ما كنتش عايز افتح الموضوع فيها. واحنا بنسامح يعني، احنا بتعمل انا وحسام بننسى اي اساءه او اي، لان احنا عارفين ان مش ده الناس، مش دي الناس اللي هي تعبر على اغلبيه الجمهور المصري. لان دي ساعتها كان في حد مطر او حد مسخن الاجواء وكده، زي كالعاده زي ما احنا موجودين دلوقتي الفترات الموجوده فيها مصر. في ناس بتحب تسخن، ناس بتحب ما يبقاش فيه استقرار، وناس بتزعل يبقى في علاقه حب بين اي اطراف، سواء في الرياضه او في اي حاجه في اي مجال. فالموضوع انا مش عايز اتوقف عليه، لان ما حدش زايد على علاقتنا بالنادي المصري وجمهور النادي المصري. احنا الناس كلمونا واحنا في دبي، مجلس الاداره والاستاذ كامل ابو علي والحاج عاطف والمجلس الاداره كلمونا الصبح. كان تاني او امبارح تقريبا، امبارح الصبح، امبارح بالليل وامبارح الصبح. فالناس كلمونا. يعني بقول لك عشان احنا ما كناش ولا حد كان متفق معانا ولا كنا، الناس بتتكلم للاسف، والناس دي لازم يبقى في احترام في التعامل. انا وحسام اكبر من اي مواضيع واكبر من الكلام دوت. انا وحسام ما خرجنا من بورسعيد الموضوع خلص ورحنا نادي الزمالك، ما فيش اي مواضيع ولا اي احتكاك باي حاجه. الكابتن طلعت يوسف كل التقدير ليه، مشي جم مجلس. طبعا زمان له توفيق، لان هي كوره كده، واحنا كنا في الزمالك ومشينا، هو التدريب كده والحياه كده. بس اللي الناس تقول الحمد لله، كل واحد يعني جالك على الخير وعلى الشر، والحمد لله. لان انت ده هو ربنا اللي مقسم. النهارده كنت في الزمالك، النهارده بمسك النادي المصري، بكره هنبقى في حته ثانيه. ما حدش، طول ما انت راجل مقتنع انك انت مش مخلد في مكانك هترتاح. انا سعيد ان انا موجود للمره الثانيه في ناحيه التدريب، والمره الثالثه في بورسعيد. كنت لاعب، ومرتين المره اللي فاتت تدريب والمره الثالثه تدريب. دايما لما الواحد بيحس ان في ناس بتشتغل، فممكن بيتلككوا لاي حاجه، بيتلككوا لاي غلطه. لكن انا مش كل الاحترام للجميع، واتمنى ان احنا في الفتره اللي جايه دي عايزين نشتغل في الرياضه وفي السياسه وفي كل، يعني نشتغل لصالح البلد ان شاء الله، ونسيبنا من المهاترات. لكن وانا لاعب وانا بدرب، كل تركيزي ان انا اشتغل واجتهد، واحاول ان انا اطلع الفكر اللي عندي، احاول ان المكان اللي انا فيه ان احنا ننجحه. ودي مش جديده، جمهور بورسعيد جربنا واحنا بنلعب، وجربنا في التدريب. كان النادي المصري لاول مره يتعرض في حياته في تاريخه للهبوط، لما الحاج سيد تعاقد معانا، والنادي المصري قعد يعني بارتياح، رغم ان كانت ساعتها قبل الاخير، واتعملنا، وكل ده باقل امكانيات. ان الفتره دي في اداره محترفه، المستر كامل ابو علي ومجموعه المجلس الاداري الموجودين على اعلى مستوى، جايبين من احسن اللعيبه اللي موجودين. انا قلت حتى في برامج كتير، انا بقول النادي لو في 3-4 من احسن 3-4 انديه، من ضمنهم النادي المصري، عنده امكانيات المنافسه، عنده في استقرار اداره، في جماهير كبيره، لعيبه على اعلى مستوى. محتاجه قبل ده كله من توفيق ربنا، زائد ان احنا بس هو ده اللي انا بتطلع عليه. ما بتطلعش ده قال وده ما قالش. اتعمل بصمه كبيره بيننا وعلاقه كبيره بيننا وبين جماهير المصري، وارتبط اسمنا بالنادي المصري، وبدا التدريب مع النادي المصري. ولما طلعت بعد الاهلي والزمالك وانا بلعب، طلعت على النادي المصري. فبالتالي مش محتاج، على فكره مش محتاجه مزايدات. وفي نفس الوقت احنا جايين نساعد بعض،
زي ما جيت قبل كده، يعني جايين نساعد بعض. انا جاي عايزين النادي المصري يبقى في المكان اللي تليق بيه. اداره النادي المصري والاستاذ كامل ومجلس الاداره كله، لو هم مش شايفين ان انا او جماهير المصري لو هم جواهم حاسين ان احنا مش قد ان حسام حسن يقود الفريق، اكيد ما كنتش جيت. لان النادي المصري في مكانه كبيره من احسن او اكبر 3 4 انديه في مصر، فبالتالي دايما اكيد الاداره بتبص مش عايز اقول الافضل حل اللي ممكن يساعد الفريق. فبالتالي انا سعيد ان انا اكون في ثقه ان انا اكون موجود مع النادي المصري في المرحله المهمه دي. والله احنا بنتمنى ان شاء الله الفترة الجاية النتائج تكون افضل من الفترة اللي فاتت. كلنا مش مبسوطين من النتائج اللي حصلت طبعا، ده ما بنقللش من المجهود اللي كان بذله الكابتن طلعت يوسف من المدربين المحترمين ومن الشخصيات اللي احنا بنعتز ان احنا اتعاملنا معاها الفترة اللي فاتت. الراجل اجتهد جدا الحقيقة، ما وفقش في النتائج، فكان لازم يكون في تغيير. ان شاء الله الفترة الجاية مع الكابتن حسام ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه. طبعا المهمة مش سهلة بالذات التغيير في وسط الموسم، انما احنا كلنا امل كده ان شاء الله ان الكابتن حسام ربنا هيوفقه هو والجهاز المعاون معاه. احنا بذلنا كل مجهود الحقيقه وما قصرناش، ومجلس الاداره كله بيشتغل بمنظومه واحده وبحب وبألفه كويسه جدا الحقيقه، يعني ما قصرناش، ويعني وفرنا كل حاجه للفريق. يعني مش عايزين نتكلم دلوقتي على التقصير والكلام ده، بس بنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه النتائج تتحسن، لان طبعا انا عارف ان الجمهور مش مبسوط، وعارف ان هم كانوا منتظرين السنه دي يعني وضع للنادي افضل من كده بكتير. التغيير ده حصل الاحسن طبعا، وبرضه بكرر شكر الاستاذ حسام، شكرنا للكوتش طلعت لانه راجل محترم، ونتمنى كل التوفيق للكابتن حسام واخوه ابراهيم ان هم باذن الله يعلوا بالنادي المصري، وبرضه بنرجو الجمهور ان هم يقفوا جنب النادي وجنب مجلس الاداره عشان ربنا وفقنا ونجيب مركز كويس ان شاء الله، وكل من الاربعه الاوائل في النادي المصري. بالنسبه للكابتن ابراهيم انا وكابتن حسام طبعا هم مشغور عن بورسعيد ولا عن النادي المصري، هم لعبوا في النادي المصري كلاعيبه، ويعني بدأوا حياتهم ومشوارهم بالنسبه للتدريب كمدير فني ومدير كوره من خلال النادي المصري. كان كده بدايتهم في النادي المصري، وانا لما طلبت الكابتن حسام طبعا كان مفوضني المجلس ومستر كامل عمل اتصال معايا وان هو خارج البلاد، فكلمت الكابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا في دبي، والتقيت معهم بعده تليفون، فرحبوا بالفكره وقالوا النادي المصري ده بيتنا، واحنا بنحب جماهير النادي المصري وبنعشق بورسعيد بصفه خاصه، واحنا يعني شيء يشرفنا ان احنا نكون المدير الفني للنادي المصري كابتن حسام. في الفترة اللي فاتت كان لازمنا سوء توفيق شوية في بعض المباريات، طبعا ده ما يقللش من الجهاز اللي راح. طبعا كابتن طلعت يوسف قدم عليه الراجل، وبصراحة وكان يعني بيشتغل بمنتهى الإخلاص، بس سوء توفيق ما حلفناش في بعض الماتشات. جهاز جديد النهارده، بنتمنى ان شاء الله ان التوفيق يكون معانا ان شاء الله، نحاول ان احنا نعوض بعض الخساره اللي حصلت الماتشات اللي فاتت، ان نعمل نتائج كويسه ان شاء الله ونكون في مركز كويس. احنا عايزين نشكر الكابتن طلعت على الفتره اللي قضاها معانا، راجل محترم وراجل انا بشيد بيه بصراحه، يعني راجل منظم جدا وراجل محترم ولازم كلنا نشكره على الفتره اللي قضاها جوه النادي المصري. ان شاء الله تبقى الفتره اللي جايه فتره احسن، لان اللعيبه واسم النادي المصري يستاهل ان هو يبقى في مكان احسن من كده ان شاء الله. احنا لسه بدري قوي، يعني انت اللي بيكسب ماتشين ورا بعض بتلاقيه من اول 3 فرق ولا 4، يعني المسافه مش بعيده، يعني قريبه قوي، فلسه بدري قوي، واحنا عندنا لعيبه تقدر ان هي تعمل لنا الفرق ده ان شاء الله باذن الله. انا يعني واحد من الناس او اللعيبه كلها كمجمل، يعني استفدت من الكابتن طلعت حاجات كتيره جدا، بشكره على الفتره اللي قضاها معانا. تاني حاجه الكابتن حسام والكابتن ابراهيم يعني والجهاز الفني الكابتن رئيس سليمان والناس اللي معاهم، يعني مش محتاجين حد يتكلم عليهم. شرف اللعيبه كلها تتدرب معاهم، انا يعني الحمد لله حالفني الحظ اللي لعبت معاهم واتدرب معاهم، يمكن لعبت معاهم 2 سنين، فان شاء الله باذن الله يعني احنا كلنا اتفقنا على حاجه جوه ان شاء الله. الوقت اتفقنا على، احنا ما اتكلمناش طبعا في كلام كتير لان عندنا ماتش بعد بكره وما ينفعش نتكلم في اي حاجه. اتفقنا على حاجه واحده بس، المكان اللي فيها النادي المصري دلوقتي ما تلاقيش باسمه ولا بجمهوره ولا باسماء اللعيبه او جهاز الفني دلوقتي يعني اللي موجوده دي كلها. اتفقنا ان شاء الله احنا نقدر نعمل حاجه للنادي وجماهير النادي تلاقي بالنادي وجماهيره واللعيبه كلها والجهاز ان شاء الله. ما فيش مشاكل بيني وكابتن حسام وابراهيم خالص، انا طلبت امشي من نادي الزمالك وهم وافقوا لي، فاحنا هنا في النادي المصري في صفحه جديده وعاوزين نعمل حاجه للنادي المصري، فما
ما فيش بيني وبين كابتن حسام وكابتن ابراهيم اي مشاكل، الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وبنشكر كابتن طلعت على المجهود اللي عمله معانا، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ومع اللعيبه ومع الجمهور، ان شاء الله نعمل حاجه كويسه لنادي مصر. كل اللعيبه وكل اعتقد النادي كله بنشكر الكابتن طلعت على الفتره اللي كان موجود فيها. يمكن الراجل ما قصرش في اي حاجه ولا الجهاز، يمكن كان في عدم توفيق شويه الفتره اللي فاتت، فبنشكره على الفتره اللي فاتت. وبنقول طبعا الكابتن حسام اضافه لينا واضافه للنادي، وان شاء الله يعني يكون عند حسن ظن الجمهور، ونقدر مع الجهاز الفني يعني بقياده الكابتن حسام وابراهيم ومع اللعيبه يعني نحقق طموحات جماهير بورسعيد، واكيد ان شاء الله يبقوا اضافه لينا يعني.